السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة قصة للكاتب الكبير توفيق الحكيم، العش الهادئ. بتدور أحداث الفيلم حول شخصية محمود ياسين اللي هو قايم بدور مؤلف وسينمائي، ومع سهير الباروني وممثلة وسمير هانم، ومحمد رضا طبعا قايم بدور المعلم الكبير بقى اللي هو المنتج يعني. رايحين بيعملوا يعني شوية لقطات على البحر، فهيشوف بولادتي في البحر يفتكرها بتغرق، فهينزل وراها، هتلاقيه هو ما بيعرفش يعوم، هي اللي هتنقذه. المهم في الآخر يعني هيحبوا بعض وايه، وتقول له أنا ليا شوط، وهو ده يقول لك انا ليا شوط وبتاع. فالمهم ايه، هيبقى هيسيستموا بعض ويتجوزوا. تبدا بعد كده بقى عايز ايه، بيدور لك المشاكل بقى. توفيق الحكيم طبعا في كتابه سرد الموضوع حلو يعني، لكن هنا واخدين مقتطفات بقى في الفيلم. مقتطفات يعني مثلا ايه، عايزين شغاله، جابوا واحده حاطه رجل على رجل ومتأتكه وعامله عليهم، وتقول لهم انا مش عارف ايه. فاهمه، بدور تناكه كده. لا طب توفيق الحكيم، لا ده توفيق جاب استعرض كذا حاله، فهم نقوا حاله يعني من ده. الحاله مثلا التانيه، ساعه لما كانت زبلتها وتقول لها ايه، الجواز حاجه والحب حاجه. يعني يحب راجل وجوزي واحد تاني، اللي هي الست اللي معاها دي. ف لغايه لما هيجوا بقى بعد في الاخر هيخلفوا ولد صغير. هتبدا بعد كده المعاناه بقى، لغايه لما تبقى الحته الكبيره بقى اللي هي الايه، اللي ايه، اللي هي بيسموها ايه، الخيانه الزوجيه بقى. يبدا هو بقى هيروح يسهر عند سهير الباروني ومحمد رضا. هيشوف حاجات كتير كتير جدا، وهيتعرف على واحده ست وهي متجوزه اساسا، بس هيسهر معاها ويقعد معاها لغايه لما يعني هتديله كل حاجه، عايزه تديله كل حاجه. هو بقى يفكر اشمعنى، قال لها طب هو ممكن تعمل هي كمان كده. قال لها هو مش عارف ايه، فقعد الوسواس بيلعب في دماغه. بس الحته العبقريه اللي في الفيلم بقى اللي هو ايه، يعني ما تمناش فيها، وساب الست تلبس وتعمل وتزوق نفسها. وهو خد بعضه ومشي. ما هو ما عملش معاها حاجه، بس كان بيقعد يقدم نفسه، وبعدين يخش يبص على مراته، ويبص على ابنه يعني النظره او البصه لهم يعني بالدنيا. فيفتكر كلام البت بتقول ايه، بكل راجل في دماغه ان مراته اشرف واحده في الدنيا. للاسف ان كل راجل فاكر ان مراته اشرف واحده في الدنيا، ما عشان كده احنا بنخونكم. يعني شوف الكلام، كلمة غريبة جدا جدا يعني، حاجة يعني بتحض على الخيانة، بتحض على مش عارف. توفيق الحكيم برضه كان يعني مش عارف، هو كاتب كبير بس لاسع يعني، برضه في حاجات بتاعته لسعت معايا خالص بجد. آه، فهي قصة مش عارف هو عايز يوصلنا ايه في الاخر، ان الراجل يتلم مع مراته وعياله. تعرف لو جابها لنا كده صريحه تبقى زي الفل. لكن يلف بقى ويدور ان هو يروح يمشي مع واحده تانية، ويتجو وهيمارس معاها الجنس. ع- وبعدين يفتكر مراته، لا ده انا لو عملت فيها هيتعمل في مراتي كده يعني. فهي دي احداث الفيلم. ببلاتي طبعا يعني ايه، كان سطوتها في الفترة اللي كانت معاها في الفيلم دي، كان لها سطوة جامدة جدا جدا في الوقت ده، ونفوذ يعني. وطبعا انت عارفين كانت متجوزة مين وعاملة ايه. آه وظهرت افلام كتير جدا يعني. الفيلم ده وفيها كذا فيلم كمان هنجيبه لكم باذن الله. ما تعوضوش خالص خالص. بس مين اللي بيعودهم، مين اللي بينكشهم ويطلعهم دلوقتي؟ يعني نفسنا نعرف مين اللي نكش. يعني اللي ينكش بالله بتاعت حميد ليه؟ يطلع لها افلامها ليه؟ يعني طب ما يعرفش، هو زي ما يكون كانوا مستخبين في حته وطلعوا كلهم مره واحده الافلام دي. عسى ان احنا نلاقي حل للموضوع ده، ونعرف مين هو اللي خبى الافلام دي كلها وطلع عنا وعذبنا السنين دي كلها، ونقعد نتفرج كل يوم على اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين في اسطنبول، اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، اسماعيل ياسين مش عارف ايه، من كل الله ولاد الذين. يلا، السلام عليكم.